رئيس النادي السابق اللي هو انا بقى، اللي هو المستشار غصب عنه وعن امه وعن اهله مرتضى منصور. نرجع بقى. شيكابالا كان اهو، ادي البت الصايعه دي مذيعه انتوا عارفينها اهي، شيماء صابر اهي اهي اهي. لا مش قناه زمان يا جماعه، اهي صوره كده مع الكلب بتاعي. خلاص، مين اللي مسح بكرامتها الارض؟ انا. بقول لكم ايه، شيكابالا ده موال، هوريكم انه كذاب وما صنش اللي انا عملته له، ومتآمر مع ممدوح عباس. هوريكم انه كذاب بالورق والقلم بالمستند، عيل كذاب. وده لما يشيل جميل اللي رجعه من الترب اتأمر عليه. كان في بطولة عربية بسرعة كده بقى، بطولة عربية في السعودية. أول فريق لعبناه فريق تونسي على ما أعتقد، غلبناه 4، مش كده؟ كان فريق تونسي هو، مش كده؟ 4. فيها مشكلة دي؟ لا خالص. طلع بقى التلفزيون السعودي، احنا مش لاقيين، اصل احنا غلابه، ده مطلع ميتين امنا. ده انا اللي هطلع ميتين امك يا كذاب. ده انا جايبك من الترب. ده احمد سليمان استقال لما شافك في مكتبي انت ومدحت العدل واخوه جمال والواد اللي اسمه عمرو الجنايني، وقال لي اصل شتمني في فرح اطرده. قلت له مش هطرده، اللي يدخل مكتبي مش هطرده. وكان المحافظ قاعد تمام، وجري استقال. بعدين رجع في الاستقاله وعيط. مش مشكله، دي قضيه ثانيه. انا بتكلم مع احمد سليمان والاحكام اللي عليه راخ. ما هو كل حاجه بالاحكام دلوقتي، بس انا اللي بطلع. ده سب وقذف يا باشا، مش مخل بالشرف، لا. والواد التافه تاني الشادي اخو الملحد اللي بيقول لك مرتضى بيقول مش هنزل الانتخابات عشان ممنوع، هجيب لك الفيش التشبيه بتاعي اخر انتخابات، اخر اللي هي فاتت دي تمام. والحاجه اولاد قالوا لي اوعى تنزل، مكتوب كده لا شيء. هجيبه لك الاجتماع الجاي، لا شيء. يعني اقدر انزل الانتخابات وابقى رئيس نادي محدش عارف يكسبني واديك بجزمه انت واخوك يا كذاب. نعم. الاعضاء البرلمان كلهم منتظرين حضرتك تترشح. شاطر. المهم خلاص خلص يا جماعه المأموريه بتاعته هناك. جه بقى في مصر اليوم صفحه عند الواد اسلام صادق. عندنا مشاكل، مش لاقيين ناكل، انا بشحت، الزملاء بتوعي يطقوا. عمل ايه بقى؟ حرض اللعيبه ما تنزلش التمرين الصبح. ميدو موجود، وانا ليه بعذر ميدو في اللي بيعمله؟ قلت له ابعد يا ابني، انت دلوقتي على المسرح واخد بالك، انت اللي هتتهري شتيمه. برضو ايامي كان بيتصدر، كلمني الصبح قال لي تمرد من اللعيبه، رفضوا ينزلوا التمرين. ده شيكابالا بيه اللي انا جايبه من الترب، اللي بعد ما كان المفروض جاي من الاسماعيلي يعتزل، اللي مش قادر يجري، ده مش قادر يقف. المهم قلت له نزل على البتاع الموقع بتاعكم ده اللي هم بيسموه ايه؟ لا مش واتس، جروب ده اللي مش يجي الساعه 4 التمرين هشطبه وبيروح يشتكيني. كان في سفر بره، مسافرين بلاد طبعا على طول طياره خاصه. فقبل ما اجي مشي. امال فين كابتن الفريق اللي هو بيدي بقى؟ لا مشي عشان دلدول عباس اللي كان بياخدوا اللعيبه ويديهم له المستشفى، يدي كل لاعب 100,000 ياخد هو 400 و500. اللي بياخد 30 مليون عشان يجيب بنتين يرقصوا اللبيب ويرقص معاهم. ولما عملوه كلب ومشوه في الشارع انا اللي رفعت له قضيه ضد العيال من الجماهير. ولما طلعوه الطرب انا برضو اللي عملت كده. عمل ايه بقى؟ لا ما بيحضرش اجتماع رئيس النادي. ده انت بقيت بلطجي؟ انا بلطجي تمام. وبعدين راح منزل بيان اللي هو ده. هوريكم بقى انه كذاب اهو.
هذا الكذاب يوم 8 أغسطس 2023 بصفحته اهو، انا اعمل كده وبعدين اقرا اهو ده. ركز يا ابني اهو. بيقول عليها رئيس نادي السابق اللي خيره عليك. اللي الجزمه اللي انت لابسها انت عارف بتاعت مين؟ ها؟ ما انت قايل لي ادب ههزقك. السابق اهو الثانيه اهي. اقراها لكم. المتآمر قال لك ايه؟ رئيس النادي السابق بيقول لك ايه بقى؟ جماهير الزمالك العظيمه يا عم ابعد عنها بقى. ده انت قبل كده عملت كده للجماهير. ما تبعد عن امنا بقى. يا راجل انت ما رحتش النادي الاهلي واتعاقدت هناك. ده انت خارب الدنيا. هروب من باوك، هروب من سبورتنج لشبونه، هروب مش عارف من الفات، هروب من في ايه؟ وعمالين ندفع مليار 100 بتاع ده مليون يورو مش عارف ايه. ده انت خارب البيت. تمام؟ بس بصراحه دورك الايام دي لما بتجيب بصراحه لحسين لبيب البيت مرات احمد خالد صالح ابن المحترم عشان ترقص. والبنت التانية العبيطة دي مين دي؟ انا خرا عشان جايبهم عشان يطبلوا له ويرقص 30 مليون. يا راجل ده انا لو جبت فيفا عبد مش هتاخد مليون. كاتب ايه بقى؟ انا من جميع اتحاد لكم اليوم ليس فقط بصفتي قائد لفريق. عمرك ما كنت قائد. القائد ما بيهربش. القائد ما بقاله 6 اشهر بيعامل نفسه عيان. وتشرفت بحمل شارة لقيادة القلعة البيضاء. يعني انت عايز تبقى زي الونش؟ عايز تبقى زي زيزو؟ يا ابني ده جماهير الاهلي بتفرح لما بتنزل المطوشه بتاعتها. بيفرحوا قوي قوي. ويقعدوا يدوروا عليك. هو مش هيلعب النهارده؟ اتفضلوا يا سيدي. تحتي واحد من تربه داخل جدران النادي العظيم مدة ربع قرن. عملت ايه في الربع قرن؟ ولا حاجة. ده انا دارسك وحافظك وعجنك. ها؟ السابق ماليش اسم. زي بنت اسمها خيرية شعبان طالعة في القناة بتاعتها فحاطين صورتي. انا طايقه. حاطين صورته ليه؟ هي بتاعت امك يالا. هي قناة امك. انت عبيط يا. انت اخوك الظابط اللي خارب الدنيا. استنيني يا خيرية انا جاي لك. استنيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. طبعا فيديو النهاردة مهم جدا. الفيديو طبعا عن مواجهة نارية ما بين المستشار مرتضى منصور ونجم الزمالك شيكابالا. طبعا في فيديو النهاردة هنعرف بالتفاصيل المواجهة ما بين المستشار مرتضى منصور وما بين كابتن نادي الزمالك الكابتن شيكابالا. زي ما سمعتوا طبعا كده المواجهة والكلام ورد فعل المستشار مرتضى منصور لشيكابالا كان ازاي. طبعا حاليا شيكابالا كتب بلاغ ضد المستشار مرتضى منصور. وزي ما سمعنا رد فعل المستشار مرتضى منصور على بلاغ شيكابالا. فطبعا قبل ما نتكلم، لو أول مرة تشوفني، أول مرة تسمع الفيديو، ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا. وطبعا ما ننساش نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما شفنا كده رد فعل المستشار مرتضى منصور لشيكابالا بسبب طبعا البلاغ اللي قدمه شيكابالا في المستشار مرتضى منصور. فهل هيتم الصلح ما بينهم ولا
النهاية هتكون ازاي. فطبعا ده كله هنعرفه في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. ولكن طبعا زي ما شفنا انفعال المستشار مرتضى منصور ضد كابتن الزمالك شيكابالا، وكان رد فعله كان عامل ازاي بعد شيكابالا ما كتب بلاغ ضد المستشار مرتضى منصور. طبعا المستشار مرتضى منصور يعني هو اللي جايب شيكابالا، جابه الزمالك. فطبعا حصلت خلافات ما بينهم. فطبعا شيكابالا كتب بلاغ ضد المستشار مرتضى منصور، وزي ما شفنا كده انفعال ورد فعل المستشار مرتضى منصور كان ازاي ضد شيكابالا. وزي ما سمعنا الكلام يعني كلام خطير وكلام تقيل بصراحة قاله في الفيديوهات اللي هو طبعا عاملها، وزي ما سمعنا رد فعله كان ازاي. فطبعا بذكركم ما تنساش تشتركوا في القناة، وما تنسوناش باللايك عشان طبعا يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا، ونتابع مع بعضنا كده الأخبار أول بأول. أخبار الأهلي، أخبار الزمالك، أخبار المستشار مرتضى منصور، أخبار شيكابالا، ونعرف آخر الأحداث اللي حصلت في الخلافات اللي ما بينهم. طبعا هو لحد الآن نجم الزمالك شيكابالا كتب طبعا بلاغ ضد المستشار مرتضى منصور، فمش عارفين بعد كده زي ما قلت لكم هل هيحصل صلح ما بينهم ولا الموضوع هيخلص على ايه. فكل يوم طبعا كلام جديد، كل يوم قرارات جديدة. مش عارفين مرتضى منصور هيعمل ايه بعد تقديم البلاغ من شيكابالا ضد المستشار مرتضى منصور. فطبعا يعني في هذه القناة سأقدم إليكم آخر الأخبار الرياضية أول بأول في الدوري المصري 2024-2025، وهنتكلم برضو عن تحليل المباريات وآخر الأحداث والتطورات، وهنتكلم عن انتقالات اللاعبين ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وبتروجيت والبنك الأهلي وسيراميكا والإسماعيلي والمصري البورسعيدي. هنتكلم طبعا بالتفاصيل وعلى آخر الأحداث، هكمل برضو معاكم الأخبار أول بأول في خلافات المستشار مرتضى منصور وشيكابالا. طبعا ما ننساش زي ما قلت لكم وبذكركم ان المستشار مرتضى منصور هو اللي جايب شيكابالا طبعا الزمالك تقريبا، مش عارف جابوا بكام مليون، 10 مليون ولا كام. تمام. وبعد الخلافات اللي حصلت ما بينهم ولسه طبعا ما انتهتش، فإن شاء الله يكون صلح ما بينهم، والصلح طبعا خير. فلو أول مرة بتتابعوني وأول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسانوش طبعا باللايك، أهم حاجة اللايك عشان الفيديو ينتشر ويستفاد الغير. فده طبعا كان فيديو النهاردة اتكلمنا فيه كده مع بعضنا على المستجدات في آخر الخلافات ما بين المستشار مرتضى منصور ونجم الزمالك شيكابالا. وزي ما قلت لكم هو الموضوع لحد الآن وصل إن شيكابالا طبعا كتب وقدم بلاغ ضد المستشار مرتضى منصور. فده طبعا كان فيديو النهاردة، وزي ما قلت لكم إن شاء الله الفيديوهات القادمة هقدم ليكم آخر الأخبار
والمستجدات في الدوري المصري الممتاز 2024-2025. فتابعونا، ويا رب كده نكون عند حسن ظنكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. وإن شاء الله هقدم لكم الأخبار أول بأول، وهنتكلم طبعا عن التصريحات وتحليل المباريات أول بأول إن شاء الله في الدوري المصري الممتاز. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة على آخر يعني المواجهة اللي كانت ما بين المستشار مرتضى منصور ونجم الزمالك شيكابالا. وده كان فيديو النهاردة، إن شاء الله ربي يعجبكم. ما تنسوناش باللايك، الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستنوا الفيديو القادم إن شاء الله يكون فيه تفاصيل مهمة جدا.